مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح اشرح لكم هاي المقطوعة اللي شفناها. مقطوعة كتير سلسة وهيك وسهلة نوعا ما، ورح نبلش فيها اليوم خطوة بخطوة. رح اقسمها لفيديوهين. اول قسم رح اشرحه اليوم، وان شاء الله المرة الجاية بنزلكم الفيديو الثاني، القسم الثاني، مشان ما يطول الفيديو يعني. طيب، هلا اول شي في عنا قرابيش ثابت كل الغنية من اولها لاخرها تقريبا يعني. اول شي رح لكم اسماء الاصابع تحفظوها مشان نقدر نفهم القرابيش بشكل اسرع. هذا اسمه P I M A، هذا Q. P I M A Q. طيب، هلا رح اقول القرابيش بترتيب الاصابع، يعني P M I A M I. اوكي، P M I A M I. طبعا وقت نكمش نحن نشتغل بالارابيج رح يكون عنا غالبا الاي على وتر الصول، والام على وتر السي، والاي على وتر المي تحت. 3 اوتار تريبل هدول، اول 3 اوتار، والباقي مشغله على 3 اوتار البيز بسموه، يعني 99% او فينا نقول 90% هيك الشغل رح يكون. اوكي، طيب هلا اول كورد رح يكون عندي هو اللا مينور او اللا ماينور. اوكي، هو الاصبع الخانة الثانية على وتر الري، والخانة الثانية على وتر الصول، والخانة الاولى على وتر السي. اوكي، راح يكون علامة البيز هي اللا، الوتر الثاني من فوق او الخامس من تحت. ترتيب الاصابع P M I A M I، P M I A M I. اوكي، بصير عنا اوكي. لازم نحفظ اسماء الاصابع مشان بيفيدونا لقدام، يعني مو بس مشان هذا الفيديو. P M I A M I. اوكي، بكون عندي تشكيل لا مينور. بعدين المقطع اللي بعده بحط اصابعي تشكيل الري مينور. الخانة الثانية على وتر اللا، على وتر الصول، هي علامة اللا. والخانة الثالثة على وتر السي، والخانة الأولى على وتر المي تحت. صار هيك، ثانية ثالثة أول تحت. رح يكون علامة البيز ري من هذا نفس التشكيل P M I A M I. صار عنا لهلا هيك. اوكي، من هون الايد. اوكي، بعدين عنا التشكيل الثالث هو السول ماجور. السول ماجور اللي بحط اصبعي انا على الخانة الثالثة بالخنصر، والخانة الثالثة على الوتر اللي فوقه بالبنصر. اوكي، وفوق على الخانة الثانية على وتر اللا، والخانة الثالثة على وتر المي قرار فوق. هذا تشكيل سول ماجور. اوكي، رح يصير من عند من عند علامة الصول او وتر المي فوق، رح يصير نفس ترتيب الاصابع. اوكي، رح يصير عنا P M I A M I، نفس الترتيب الاصابع العربي. صار عنا لهلا
بيكون بهالشكل التالي. كل مرة بنغير الكورد. اوكي، كل مرة كورد. اوكي، هلا اخر عملية رح يصير عندي كورد دو ماجور، دو العلامة الثالثة على وتر اللا، والعلامة الثانية على وتر الخانة الثانية على وتر الري، والخانة الأولى على وتر السي. هلا هون رح يصير تغير شوي. شو عملت؟ نزلت بالباهم هدول الوترين تحت بعض، بعدين بالقطن هدول ثلاثة تحت سوا. اوكي، بعدين بحط المي مينور، العلامة الثانية على وتر اللا، والعلامة الثانية على وتر الري. اوكي، من وتر اللا نفس العملية. اوكي، صارت عنا بهالشكل. اوكي، وهون سهلة. اوكي، بعدين دو سي نعمل، بتكون اصابعنا هيك، بنحط اصبعتنا بعدين الخنصر على علامة الدو الخانة الثالثة على وتر اللا. اوكي، ونحن اصابعنا محطوطين يعني حكما هيك. بصير انا بدي دق العلامة الثانية، هي علامة السي على وتر اللا الخانة الثانية. بصير عنا ترجع تنعاد. صار عنا هي ترجع تنعاد. طبعا وهيك بيكون خلصنا اول مقطع من الغنية، هو المقطع السهل. والمقطع الثاني رح ننزل فيديو تاني له عشان نشرح فيه اكتر صعوبة بس كمان سلس يعني. اوكي، ان شاء الله يعجبكم الشغل، ان شاء الله هيك تقدروا تعزفوها بسرعة. اوكي، تشاو.